أظلنا شهر السلام، ضيف يزور بكل عام، فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام، في الكون. صباح الخير، كيفكن حبايب القلب؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. رجعت لكم بفيديو جديد، وهالمرة الفيديو مختلف عن الفيديوهات البقية لأنه أخيرا رح أحضر معكم ركن الصلاة الرمضاني الخاص فيني، وحبيت شاركه معكم. هلأ هو يعني على قدر إمكانياتي أنا ساويته، بتمنى إنه يعجبكم. واللي عم شوف الفيديو لأول مرة لا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الإشعارات على الكل، تحطوا لي لايك للفيديو، تكتبوا لي تعليق حلو مثلكم. هلا مثل ما شفتوا بالفيديو رح شارك معكم تحضيراتي بتجهيز ركن الصلاة الرمضاني. هلا انا للصراحة اول مرة بساويه، يعني شفته بكتير قنوات وعجبني يعني هيك الشكل كيف بيطلع، وبشجع الواحد يعني للصلاة اكتر ولقراءة القرآن، يعني هيك بيكون منظر جميل لمقابله. فحبيت ساويه لأول مرة مثل ما قلت لكم. ورح شارككم طبختي كمان. رح ساوي اليوم بازيلا ورز. هلا هي على اساس بازيلا، بس بكمالة الفيديو لقدام رح احكي لكم شو رح اضيف معه. وكمان رح نعمل هيك حفلة صغنوطة هيك لأولاد اختي بمناسبة نجاحهم، كمان كلها رح تشوفوا بالفيديو لقدام. بتمنى منكم ما تخطوا ولا لقطة، ويلا خلونا نبلش. هلا مثل ما شفتوا بالفيديو انا جهزت طاولة. هن عندي طاولتين صغار حطيتهم جنب بعضهم، حطيت القماشة عندي الحمراء، وحطيت فوق منها قماشة هيك جاي على لون لولي، كمان عطت يعني هيك شكل حلو. ورح مد مقابيلها سداجة صلاة. هلا هاي القماشة البيضة عفوا مو قماشة، صايرة غربولة، يعني عطت هيك منظر هيك، ومع الأضوية عطت برق وجمالية أكتر. هلا لكون صريحة أنا معكم، مشان الركن الرمضاني ما كان خاطر على بالي أبدا، وما اشتريت له شيء أبدا، يعني جبت كم غرض أنا مشان رمضان والتصوير وهيك، فما كنت يعني حاطة في بالي إنه أنا جهز مشان الركن. تمام، فخلص يعني هيك خطرت الفكرة في بالي، فقلت يعني بظبطه يعني هيك قد ما بقدر. ومثل ما شايفين هيك يعني بأي شيء موجود عندي في البيت حاولت قدر المستطاع انه بزين هيك الركن ويطلع هيك منظره يعني هيك حلو نوعا ما. هلا عندي هذا القرآن كتير كتير بحبه، حتى ألوانه كتير كمان بحبها. كمان هذا ما له زمان عندي، اللي عم يتابعني بيعرف انه انا اشتريته من فترة قصيرة. وعندي هذا هيك المصحف الصغير. هلا هو على قد ما انه نعومه صغير، فانا خفت عليه ما انه ينشأ منه، بتعرفوا يعني هو كلام الله ما بيجوز، فلزقته يعني هيك بلزاق بشرطتين، فلزقته كتير منيح مشان يعني حتى اذا مسكوه الاولاد يعني ما يقدروا يقطعوا منه شيء ابدا. وعندي هذا اللد على البطارية، كمان عم حاول هيك ساوي منه هيك منظر حلو، يكون هيك يلف على الحيط قفا الطاولة وعلى الطاولة كمان. وهون قررت انه ما فرجيكم الشكل النهائي لاخر شي بعد ما بزين البيت كلياته، لانه مشتريه انا هدول رفوف، رح زين كمان الكاريدور ورح زين كمان المطبخ، فكلياته خلص بصور لكم اياهم باخر الفيديو هيك مع بعضهم. هدول الفراشات الرفوف اشتريتهم انا الاربعة ب35 ليرة على التركي. كتير كتير حبيتهم، ومنظرهم يعني والوانهم كتير هيك مفرحة، يعني عجبتني. وغير انه ديكور حلو، فيكم تستخدمون كمان تحطوا عليهم مثلا اغراضكم، او مثلا مفاتيح البيت، او مثلا اي شيء يعني هيك فيكم تحطوهم جنب الباب تستفادوا منهم كمان. هلا عم حاول رتبهم هيك بشكل حلو يكون متناسق، فعجبني هالموديل هيك ساويتهم. اعطوني رايكم اذا حلوين ولا لا، بغيرهم مثلا بحط 2 بطرف و2 بطرف. اكتبوا لي تحت بالتعليقات لشوف اذا عجبني اي شكل تاني، فخلص انه بشيلهم وبرجع بركبهم من اول وجديد. هلا هون انا وعم ركب البرداعي، فحسيت انه مثل ما شفتوا انتم خيط رفيع، حسيتها ما رح تكون كتير ثابته، يعني اذا ولد مثلا مسكها او مثلا يعني هيك شده هيك بشي بسيط، فحسيت انه رح توقع، فقلت انه بثبتها يعني من هذا اللاصق القوي، يعني نوعا ما بصير هيك يعني افضل. هلا عندي انا هذا الحرف حبيته انه هيك لانه لونه احمر مثل البرداي، فقلت خلص انه رح يطلع يعني هيك متناسق الالوان مع بعضهم، ورح يطلع يعني هيك شيء حلو مرتب، فقلت انه بعلقه جنب البرداية. ما بعتوني رايكم اتركه ولا خلص انه شيله. والعفو منكم، عندي هي تاعت الانادر، بس انا ما كتير بحط عليه انادر لانه هي بما انه صايره ضمن البيت من جوا،
فقلت بحط عليها هاي القراتي وبحط عليها هاي الوردات، طلع منظرها كتير كتير حلو جد. التصوير بالكاميرا كتير ظالمة الوضع يعني على الطبيعة، فبالكاميرا كتير مظلوم يعني هيك الشكل. وبما انه الحاجة اما الاختراع، فعندي محل الحنفية هاي قلت بحط علي عندي هاي تعلوقة مكسورة، فقلت انه بستفاد منها بشي تاني. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. أقبل قمرك بعد غياب، للجنة فتحت أبواب، بهجة قلبي صفى روحي، رحمة ربي بدون حساب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب. مرحب مرحب يا رمضان، بقدومك تحلو الأيام، ويطيب لنا فيه القرب بوصل الأهل والأحباب. هل هلالك يا هلا بك، هل هلالك يا رمضان، والله اشتقنا فرحنا بك، صوم وطاعة للرحمن، صوم وطاعة للرحمن. روحانية يومك غير، والوعد باب الريان، والليالي فيها الخير. يا هلا بك يا رمضان، يا هلا بك يا رمضان. وهلا هيك شو رايكم بالشكل النهائي؟ ان شاء الله يكون حبيتوه وعجبكم كتير. انا عن نفسي كتير كتير حبيته، فانتوا اكتبوا لي رايكم بالتعليقات اذا عجبكم، او مثلا في ديكور مثلا معين اذا حبيتوا مثلا نبدل شيء بشيء، كمان اكتبوا لي تحت بالتعليقات. انا اكيد بستفاد من تعليقاتكم وارائكم. وان شاء الله يا رب الله يبلغنا رمضان سوا ونحن واهالينا بخير وصحه وعافيه وسلامه يا رب. وان شاء الله الله ما يحرمنا حدا غالي على قلبنا، وكل عام وانتو ان شاء الله اقرب لله تعالى، وانتو بألف الف الف خير يا رب. وهلا مثل ما شفتوا بعد هالتعب صار مستاهل بقى هيك الواحد يبرك يتغدى على رواق وبهنا هيك وهو مرتاحة نفسيته. وعلى اساس يعني تقريبا نقيت طبخة سهلة اطبخها مشان ما تاكل معي كتير شغل، لانه اليوم كتير كتير اشتغلت. هلا الفيديو الماضي اللي نزلته انا بتاع التنظيفات، انا كنت مخصصة تنظيفات من هون وعلقت الزينة مباشرة، يعني صاير كلته بنفس النهار، وكمان في طبخة وهيك. فكتير انعجقت اليوم. فحبيت ساوي بازيلا ورز، والولاد كمان كانوا كتير مشتهين عليا. انا بساوي بالعادة بازيلا وجزر بس، فجايب لي جوزي المعلبات فيهم فاصوليا وفيهم بطاطا. فيعني قلت يعني خلاص الواحد بجربون، انا اول مرة بجربون. هلا للصراحة البطاطا فيها طيبة، عيتي طعمة طيبة، بس الفاصوليا فيها ما حبيتها، ما عجبتني ابدا فيها. خلص رح ارجع اجيب المره الجاي بس الجزر والبازيلا، يعني اطيبه ما بتتغير الطعم كتير. هلا انا بحط بهارات للبازيلا، بحط بهار ومن هذا الماجي اللي فرجيتكم اياه، وحطيت له دبس بندوره وحطيت له شويه مي وخليته يتعقد. وين بيبين معكم انه خلاص تعقدت المرقه وصار لازم نطفيه، وقت اللي بتلاقي انه صار عليها مثل وش هيك مجمع على بعضه، فخلص بتكون تعقدت واستوت عنا. طبخت جنبها رز بالشعيريه، انا بحط له شويه فلفل بحسه بيتفلفل اكتر هيك بصير الحبه واختها مثل ما بيقولوا، فما بعرف هيك انا بفضل. وحطيت جنبه مخلل اللفت اللي سويته انا ونزلته على القناه على اساس انزلكم النتيجه كيف صار، بس والله العظيم نسيت وراح عن بالي تماما. فهلا بفرجيكم اياه، اكيد طعمته كتير كتير طلعت طيبه، وحتى لونه مثل ما شايفينه احمر مثل الدم. انا سويت مطربينين يا 3 تقريبا كني ما بتذكر، مثل ما شفتوا يعني خلصناهم ضل هذا المطرمان بس عد ما كان كتير طيب، فيعني عم ناكل بشراهه منه. وهلا رح نحط الغداء ونتغدى الحمد لله على نعم الله، والله يديم علينا هالنعمه يا رب ويحفظها من الزوال. في فيديو رح نزله انا وقت اللي كانت عندي اختي وامي، مثل ما حكيت لكم بالفيديو الماضي انه رح ننزل لكم فيديو الاحتفال مشان جلاءات اولاد اختي. فرح نزله بهذا الفيديو كمان، لانه هو يعني مقطع معنا كتير طويل. فرح نزله فيه، وبس مثل ما خبرتكم هو هذا فيديو قديم وقت اللي كانت عندي امي واختي. هلا هن راحوا من عندي لهم تقريبا شي اسبوع رايحين، فانا من عجقة الفيديوهات عندي فيعني خلص انه رح احطه بهذا الفيديو. هلا رح اترككم مع الفيديو مشان تشوفوه.
بتمنى هيك تكتبوا لي تعليقات حلوه هيك وتباركوا لاولاد اختي فيهم، لانه اكيد رح يشوفوا التعليقات ورح يقروهم هن وامهم. وان شاء الله هيك مني انا ان شاء الله هيك بتكون سنينكم كلها سعاده وهنا يا رب، وان شاء الله هيك بتكون كل سنينكم ومراحلكم الدراسيه كلها ان شاء الله تكونوا من الاوائل يا رب، وان شاء الله عبال شهاده الجامعه يا رب، وهيك اشوفكم وافرح فيكم الهي. ولهون حبايبي رح ننهي معكم الفيديو، بحبكم كتير كتير، ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معي بالفيديو. ما بننسى اللي عم يتابع الفيديو اول مره لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الاشعارات على الكل حتى يوصلكم كل شيء بنزله انا اول باول، ولا تنسوني من اللايك الحلو. بحبكم كتير كتير، ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي.